السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض معكم اليوم حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس. إليكم التفاصيل حول حقيقة هذا الخبر الذي انتشر اليوم، أن هناك شائعات تفيد بوفاة ملك المغرب محمد السادس. انتشر في الساعات الأخيرة خبر مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي ينسب إلى صحيفة مغربية، مفاده أن الديوان الملكي المغربي أعلن عن وفاة الملك محمد السادس إثر تعرضه لجلطة دماغية. الخبر لاقى تداولا واسعا، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين متابعي وسائل الإعلام والمواطنين. وفي رد رسمي على هذه الشائعات، أصدرت صحيفة هيسبريس بيانا شديد اللهجة نفت فيه بشكل قاطع صحة هذا الخبر. وأكدت الصحيفة أن هذه الأخبار الزائفة هي جزء من حملة منظمة تهدف إلى ترويج الأكاذيب وتشويه سمعة المملكة المغربية. وأوضحت أن هذه الحملة تأتي من جهات معادية للمغرب تسعى إلى استهداف مؤسسة دستورية مهمة مثل المؤسسة الملكية. وجاء أيضا في البيان أن الصحيفة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يستغلون هويتها البصرية لنشر هذه الأكاذيب، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة من يروج لهذه الشائعات عبر الوسائل القانونية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.